تقولي اسمك. لا يا فندم. المكالمة مذاعة على الهواء، موافقة بالإذاعة؟ تمام. تمام، اتفضلي، مشكلتك ايه؟ بس حضرتك انا متجوزه من 7 سنين. تمام. واحد يعني كان اهلي كانوا رافضين كده، بس انا والدي متوفي ووالدتي متوفيه، انا كنت قاعده مع اخواتي، واخواتي كان بيعملوا مش كويس، وكنت شغاله على هما اللي طول يعني. غصبوكي؟ لا، انا اللي اتجوزت غصب عنهم. اه. بعدين بعد ما اتجوزت يعني ب3 سنين كده يعني اكتشفت ان هم هما كانوا متجوزين. رافضينك؟ هما كانوا رافضينه؟ اهلك اللي هما ايوه، هم اخواتك؟ كانوا رافضين ليه بقى؟ عشان أنا متجوز وكبير عني، اكبر مني ب 15 سنه. اه، اكبر منك ب 15 سنة ومتجوز قبلك. اه. تمام. بعد ما انا اتجوزت غصب عنهم مشيت معاهم واتجوزته. بعد 3 سنين بعد ما خلفت بنتي لقيته متجوزني باسم مش اسمه، بطاقة مزورة. نعم. بطاقة مزورة. يعني كان عنده مشكلة كده، وكان عامل بطاقة تانية كان ماشي بيها. اه، وانت عرفتي ازاي بقى المعلومة دي؟ ما انا بقى بعد ما قعدت مع مراته التانية بقى، ومراته التانية قالت لي، انت عرفتي مراته وشفت الورق التانية؟ بتاع ولاده. ايوه، بعدها قعدنا انا وهي في شقة واحدة. لا، واحدة واحدة. انت اتجوزتيه امم كنت عارفة ان اسمه ايه؟ اسمه مثلا محمد. ماشي. وعشتي 3 سنين مع امم محمد؟ اه. جميل. وخلفتي من محمد؟ اه. خلفتي قد ايه؟ خلفت بنت. حلو. البنت دي اتسجلت باسم مين؟ باسم محمد. اه، يعني محمد ببطاقته رحتي سجلتيها عادي زي اي جوازة طبيعية، وقسيمة الجواز اه. بينكم طالعة باسم محمد. ايوه. اه، بعد 3 سنين بقى ايه اللي عرفك ان هو مش محمد؟ ما هو انا لما دوريس دي اتخانقت معاه، وقالت لي لا ده اسمه كذا كذا، ده مش اسمه الحقيقي، انت هو مش بقى جاب متجوزه لك باسمه الزوجة الحقيقي. التانية امتى، ولا انت متجوزة معاها من اول يوم؟ لا لا، بعد سنه انا قعدت مع زوجة تانية، انا اللي قعدت معاها، هو قعدني معاها. رحتي قعدتي في شقتها؟ اه. انت وابنك؟ انت انا و... وبنتك؟ انا انا وبنتي. اه. انت وبنتك. فضلت بعد ما مكتمة عرفت. على الخبر سنتين؟ اه. كانت خايفه منه برضه. اه، ولما اتخانقوا فضحته؟ اه. قالت ايه بقى في الفضيحة دي؟ قالت لي ان مش اسمه الحقيقي محمد، اسمه فلان الفلاني، وانا خلاص بقى رضيت بالامر الواقع وهروح واخوات فين. بنتك باسم تاني؟ باسم تاني. اه. فانا هبقى رضيت بالامر الواقع، من هروح فين. بعدين قالوا لي، بعد ما خلاص بقى عرفت خلفت كمان ولدين منه. خلفتي حاليا تاني؟ انا في الوضع الحالي. اه، خلفت 2 كمان. يعني بس انت انا كانت عرفتي حياتي قبل الجواز دي يعني انت قبل مروه عرفتي كانت ان صعبه هو برضه. يعني انت عرفتي ان هو انت اساسا كانت جوازتك باطله؟ انت متجوزه شخص غير مم. الشخص اللي باسم اللي انت متجوزاه، وخلفتي مم. تاني؟ اه. لا حول ولا قوه الا بالله. اه، وبعدين بقى؟ حاليا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ هي فين المشكله؟ ما انت خلفتي اهو، عديتي الموضوع. ماشي، دلوقتي انا عايزه اثبت عايزه اثبت ولادي انت ولادك بالاسم الجداد اتسموا بقى على اسم محمد ولا اه، محمد بس. يعني انت التلات عيال باسم واخواتهم باسم تاني؟ اه. هما ليهم اخوات قد ايه؟ 4. يعني عنده 7 عيال؟ اه. 4 باسم واحد و3 باسم واحد. اه. مم. والعيال بيروحوا المدرسة بعدين. عارفين ان فلان فلانة فلاني، ما يعرفش؟ اه. انا لسه هقدم لعيالي المدرسه السنه الجايه، فانا مش عارفه هو دلوقتي اقترح عليا ان هو يطلقني، ونكتب بالاسم القديم بتاعه، واعمل لعيالي سقط ايد واسجلهم من اول ليه، هو وجديد. فاكر ويرجع السجلات بقى. على مزاج حضرته يعني ولا ايه؟ يعني ايه ازاي تسقطي عيالك قيد يعني؟ يعني هو بمزاجك مش كده راح عارفه طب اعمل تسقطيهم ايه طيب. قيد؟ عايز تعملي ايه؟ ده اسقطهم كده مجرم. ويرجع يكتبهم من اول وهو وجديد. عمل كده ليه؟ ده السؤال كان الاهم. عنده مشكله. اه، المشكلة قاتل حد يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا لا، كان معمول له سرقه بالاكراه، وهو ما كانش موجود فيها اصلا، يعني مش بتاعته. هو شال الحاجه مش بتاعته، كان يعني هو زي غفير وكده والحاجه دي وانت اتسرقت طبعا وناس. مصدقة جنابه. ما انت هعمل ايه طيب ما انت مصدقة جنابه. يعني انت بتتكلمي عن يقين اكنك كنت في واقعة السرقة وشفتي ان هو مظلوم. لا. يعني هو بيعرف مزورين وبيعرفوا يزوروا له بطايق وبيزور في الحقائق. انت اساسا في مصيبة. انت في مصيبة. مم.
بمعنى طب اعمل ايه الكلمه، طيب؟ وظالمه 3 عيال. يعني انت مين عيالك متسجلين باسم واحد تاني؟ انت كزوجه مالكيش اي حقوق، لان انت متجوزه واحد مش هو. انت طب مالكيش. انا عرفت بعد ما خلفت بنتي كنت اروح فين بعد ما كنت مخلفه؟ ويعني انت عرفتي بعد ما خلفتي بنتك تروحي تبلي نفسك بعيلين تاني منه؟ يعني كنت تطلعي بعيله وتبتدي تبحثي لها عن حقها، وتروحي قانونا تشوفي حقك وتقولي ان ده مزيف ومزور ومزيف الحقائق، ولا تروحي تجيبي لك عيلين تاني وانت عايشه مع ضرتك في شقه واحده؟ ايه الحلو اللي انت فيه يعني؟ عايشه مع ضرتك في شقه واحده متهنيه؟ انت دلوقتي مشكلتك ايه؟ انك عايزه العيال يبقى باسمه التاني، باسمه مم. الحقيقي؟ اه انا خايفه ما يكونش ده اسمه الحقيقي، ولا انت متاكده؟ انا متأكدة. حتى هم اخواته معايا، يعني اخواته مش سايبيني. اخواته قالوا لي احنا معاك. طيب بصي انا جوزتي يا مروه، انا كنت يعني عيله، كنت عيله شغاله 24 ساعه، ما كانش كان في عندك كام رحمه. سنه ساعتها؟ كان 18 سنه. انا مش بلومك انك اتجوزتي، ماشي، انت كنت عايزه طب تخلصي. افهمي بس، انا مش بلومك انك اتجوزتي وانت 18 سنه وعايزه تخلصي من عذاب بيت اهلك. انا بلومك انك مم. عرفتي ان جوازتك بطله، وانك انت متجوزه من راجل مش هو اللي مكتوب في قسيمه الجواز، وقدرتي انه يلمسك تاني، وقدرتي انك تخلفي منه تاني. فاهماني يا حبيبتي؟ كان كل ما اكلمه هنا يمسكني كان يضربني. الجواز ده مش حلال، لان انت اتجوزتي من محمد وطلع عباس. انت فاهماني؟ انت قانونا مالكيش حقوق، ولادك مالهمش حقوق. انت عارفه لو الراجل ده معاه فلوس ومات بكره، انت وولادك خارجين من الحزب خالص. تاني حاجه، عشان تثبتي العيال وعشان تمشي في الاجراءات القانونيه، لازم ده يتعرف حقيقته كامله، ويتعرف انه كان مجرم وهو اللي عامل كده، وهيبقى عنده قضيه جديده اسمها تزوير. فاهماني؟ عشان اكون واضحه، عشان ما حدش يضللك، ما حدش يضحك عليكي ولا يقولك ما تقلقيش يا مدام ادفعوا كذا واحنا هنخلص لكم الموضوع. هيبقى كذاب. مم. عشان الموضوع يمشي قانوني ويترفع في قضيه بيه في المحكمه، ويتقال ان الراجل ده ضحك عليكي وزي في الحقيقه، وانه كان عليه قضيه سرقه بالاكراه، فعمل بطاقه مزوره واتجوزك بيها وخلف عيال سجلهم باسم مزور، فساعتها المحكمه تحكم لك بتغيير الاسامي لاسمه الحقيقي. لازم هو شخصيته الحقيقيه تظهر، ونعرف هو مم. عليه كام قضيه، ما ممكن يبقى عليه اكتر من قضيه، ونعرف عليه كام قضيه، وساعتها المحكمه تحكم لك. لكن لو انت مش عايزه تاذيه، انا شايفه انك مش عايزه تاذيه بدليل انك ما قلتيش اسمه في المكالمه. ما اقدرش اذيه، طيب ما هو عيالي. خلاص عيشي بقى معاه كده، دول باسمه ودول باسمه. لكن هي مم. ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. مفيش حاجه اسمها اروح اسقط قيد العيال. هيجيبوك انت من قفاكي بتسقطي قيد العيال ليه؟ لازم تخافي. خافت وقفلت وافتكر وهي عايشه مع مجرم. والمكالمه دي على فكره، يعني انا الرقم معايا، لازم يبقى لينا دور. يعني انا فعلا اصلا ما ينفعش اسمعها وبس، هي كده معناها عايشه مع مجرم، ولو دورنا وراه ممكن نلاقي 50 قضيه، وممكن موصل يكون ده غير مش معروف. اول مره يزيف الحقائق، ومش اول مره يزور بطايق. انا عموما الرقم معايا، وصاحبه الرقم كلمتني، والمكالمه موجوده، والجهات المختصه هنبعت لهم المكالمه ونشوف بقى. ربنا يسترها علينا من الدنيا الصعبة اللي بنشوفها وبنسمع فيها بلاوي. بلاوي والله بلاوي. الناس اللي بتقعد تقولك احنا مش مصدقين، مش مصدقين ايه بقى؟ فوقوا بقى. واحد اتجوز واحدة باسم تاني خالص، ويا ريتها جت على كده، ده راح يخلف منها ويسجل العيال باسم مش اسمه، وهو ليه اسم تاني. واحد هربان بيجمع بين زوجتين، هربان من قواضي وعليه قواضي ومزور، وجاب واحدة تاني وبجبروته معيشهم في بيت واحد. شفتوا الجبروت؟ ده قادر قوي. يعني اللي زيك يبقى مستخبي كده ومتكن في مصيبة، وحامد ربنا ان ولاده اللي جابهم متسجلين باسمه الحقيقي، يروح يتجوز واحدة تاني ببطاقة تانية، ده جواز باطل. ده انت جوازتك دي مش حلال. ده انت عشرتها وخلفت عيالك بطريقة مش حلال، لان هي متجوزة واحد وطلع واحد تاني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.